السلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فبدايه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه نتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر وكذلك على الجرس باش يوصلكم كاع جديد، وما تنسوش لايك الى عجبكم الفيديو. ففيديو اليوم ان شاء الله غادي نقدموا فيه فقاس باللوز كيجي ساهل واقتصادي، وكذلك السر باش كيجي معنا الناجح بلا ما يتشقق وكذلك بلا ما يتكسر لنا ملي نكونوا كنقطعوا فيه، يعني ناجح 100% بمكونات اقتصاديه بحال ديما وبطريقه سهله. فغادي ندوزو مباشره للمكونات وطريقه التحضير. فاول حاجه غادي نديرو هنايا غادي ناخذ اناء اللي غادي نخلطوا فيه المكونات. من الافضل انها تكون يعني قصريه بحال هكا باش كتجينا خدمه فيها مرتاحه. فغادي ناخذ فيها قبيصه ديال الملحه، وغادي نديرو هنايا البيض. بالنسبه للبيض غادي نحتاجو تقريبا 5 ديال البيضات، والخامسه غادي نعزلو الصفار على البياض، نخليو الصفار للتزيين. من بعد غادي ناخذ هنا كاس ديال السكر سنيده يكون عامر جيدا، دائما قياس ديال العنبه. نفس الكاس غادي نعبرو به الزيت حتى هو كاس عامر ديال الزيت النباتيه، وغادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعض حتى تقريبا كتذوب لينا هذيك السنيده، يعني ما كتبقاش هذوك الحبيبه ديال السكر سنيده. فانا هنايا يعني خلطت بالطراب اليدوي، ممكن نخلطو غير بيدينا. فغادي نخلط الكل جيدا، عاد غادي نضيف المكونات الاخرى. فغادي نضيف هنايا واحد 2 معالق كبار او 3 معالق كبار ديال الجوجله اللي نقيناه من قبل، وكنحتاجو هنايا واحد الكاس ديال اللوز اللي حتى هو مسحناه من قبل. ممكن نزيدو الكميه اولا تنقصو منها. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نضيفو هنايا الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نحتاجو الدقيق يكون من نوعيه جيده، يعني خاص بالحلويات، وضروري ما نغربلوه، والكميه كتبقى على حساب الخليط. كنعجنوه حتى كنشوفوا الخليط ديالنا تجمع وكنحبسوا. وعندنا هنا 2 ديال الخمارات يعني 16 غرام، حتى هما غادي نغربلوهم. ضروري ما نغربلو الدقيق. ومن بعد غادي نجمعوا هنايا العجين ديالنا حتى كيتجمع، يعني نبقاو نضيفو في الدقيق حتى كيتجمع معنا. فتقريبا هنايا هاد الفقاس احتاج معايا 1 كيلو الا ربع ديال الدقيق، تقريبا 1 الكيلو حيدت منه غير شويه. فغادي نبقى نجمع في الخليط ديالي غير بالاصابع بهذه الطريقه حتى غادي نجمعوا العجين ديالنا. حتى ما يبقاش يتلصق معنا. كما كتعرفوا بلي الفقاس كيتلصق، خاصنا نبقاو نجمعوا فيه بالدقيق حتى ما يبقاش يتلصق. كما موضح يعني في الفيديو راه ما بقاش كيلصق معنا، يعني العجين كيتجمع. من بعد هنايا انا غادي نقطعوه على 3 اولا غادي نقسموه على 3 باش نديرو 3 ديال يعني الحرابل هكا. ومن بعد هنايا غادي نحربلهم بهذه الطريقه، ونحاولوا انهم يكونوا مقادين باش يجينا الفقاس ديالنا مقاد بهذه الطريقه. وكنديروهم نفرشوا ورق الزبده في اللاطه اللي غادي ندخلوا الفران، وكنديروا فيها هاد الحرابل بهذه الطريقه. وكنحاولوا ان نقادوهم بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا، يعني يكونوا هكا مقادين على قدر المستطاع. ومن بعد هنايا من بعد ما قادينا الحرابل ديالنا غادي ناخذ صفار البيض اللي خلينا في الاول، وغادي نضيف ليه واحد نصف ملعقه ديال الكاكاو بودره، اولا ممكن اننا نديرو يعني قهوه سريعه الذوبان، لكم الاختيار اللي كاين كنديروه. ومن بعد كنخلطوهم جيدا حتى كينسجموا، وكنديرهم هكا من الفوق غير باش كنزينوا بهم. ومن بعد هنايا غادي ناخذ فرشيطه وغادي نديروا هاد الخطوط بهذا الشكل غير باش كنزينوا الفقاس ديالنا، يعني كيجي فيه واحد الشكل هكا. من بعد هنايا غادي ناخذ واحد الكيردون وغادي نثقبوا به الفقاس ديالنا. فهذه هي لاستيس باش ما يعني ما يتشققش معنا فقاس ملي ندخلوه الفران، كيجي مقاد من الفوق بلا تشققات. كنديروا هكا غير تقيبات هكا في الجناب وفي الوسط،
شي 5 ولا 6 تقيبات راه كافيين باش ما انه ما يتشققش معانا. واهم حاجه في الفقاس وفي الطياب ديال الفقاس اننا نديروه في الفران اللي كيكون بارد، وكتكون اللاطه بعيده على العافيه، يعني كنديروها الفوق او الوسط، يعني تكون بعيده تماما على العافيه. وكذلك كنشعلوا عليه غير من التحت تكون العافيه مهينه، وكنخليوه مده ديال ساعه او ساعه الا ربع هو كيطيب، يعني كيطيب على خاطرو. مره كنحيو عليه الفران باش يعني كيتهو ما يطرطقش معنا. كيف ما كتلاحظوا راه كيجي رائع وناجح 100% بلا ما يتشقق معنا. من بعد انا هنايا خديت سربيته فزقتها بهذا الشكل، وغادي نغطيو بها الفقاس ديالنا. كنخليه واحد المده ديال نص ساعه غير في الثلاجه يعني لتحت تقطعوه. فبالنسبه للتقطاع راه خاص ضروري يكون شي موس اللي كيكون يعني ماضي مزيان بهذا الشكل باش كيجي التقطاع ديالو. وحتى هذاك اللوز كيتقطع من الداخل كيف ما كتلاحظوا. خاص ضروري ما يكون الموس اللي كنقطعوا به يعني ماضي، اولا نديروا الكيتور حتى هي نديروا وحده جديده راه كتقطع مزيان. فانا قطعت بهذا الموس راه باقي يعني جديد باقي ماضي. فانا هنايا غادي نقطعوا بهذه الطريقه. ضروري يكونوا متساويين، نحاولوا انهم يكونوا متساويين، ويكون الفقاس ديالنا بارد واحد شويه. ضروري نخليوه حتى يبرد عاد كنقطعوه. ومن بعد غادي ندخلوه هنايا الفران باش كيطيب وكيتحمر. كيف ما كتلاحظوا كيجيو هذوك الطريفات ديال اللوز مقطعين كيجيو يعني رائعين. ومن بعد ما قطعنا هنا الكميه اللي عندنا ديال الفقاس كامله استفتها في لاطه ودخلتها للفران كتحمر من الفوق ومن التحت. ومن بعد كنقدموه بالصحه والعافيه. نتمنى ان فيديو اليوم يعجبكم وانكم تجربوا هذا الفقاس. راه كيجي زوين بزاف والمذاق ديالو كيجي رائع بزاف، وكذلك راه اقتصادي ما فيش مكونات كثيره، وكذلك كيجي ناجح 100%. واخا اول مره غتكوني غادي تصايبي الفقاس فهاد الطريقه راه غادي تنجح معاك، وكذلك هاد المقادير راه كيكونوا ناجحين 100%. فشكرا لكم على تتبعوا الفيديو حتى النهايه، وخليتكم على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله. وما تنسوش لك تشوفوا اول مره كتشوفوا القناه تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاحمر، وكذلك على الجرس باش يوصلكم من كاع جديد. وما تنسوش لايك، وخليتكم على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله.